السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. شهيوات امير جابت لكم اليوم مع الكاوكاو كتذوب في اليد قبل الفم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي غادي نصهدو واحد شويه، واحد 2 دقائق اولا 3. عندي السكر الابيض كاس اولا سنيده، معلقه كبيره ديال المربى المشمش، فانيا، خماره كيماويه، 3 ديال البيضات والقرقاع من اجل التزيين، وسكر كلاصي سبيسيال. كنكررها، سكر كلاصي خاصو يكون سبيسيال باش ما يتحرقش معكم في الفران. هنا كناخذ الطاوه ديالي اللي كنوضع فيها كاوكاو وكنصهدو كيف ما قلت لكم واحد 2 دقائق اولا 3 حتى كتبقى تحيد ديال القشره بهذه الطريقه. ما تخليوهش يكسر في الفران باش تنجح معكم هاد الوصفه. غير طبقوا الفيديو، راه غادي تنجح معكم 100% الى طبقتوها بهاد الطريقه هذه. بعد ما وضعت كاوكاو ديالي في القصعه، زدت ليه سنيده، فانيا، خماره كيماويه، وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي نحاول انني نبسبس هاد الخليط اولا هاد النواشف، وغادي نزيد ليهم معلقه كبيره ديال مربى المشمش اولا المشماش، اولا عفوا الكونفيتير ديال المشماش. بالخصوص البيض غادي نوضع انا اولا غادي نضيف واحد 2 بيضات، وغادي نشوف واش ممكن اننا نزيد اولا كافيني. دلكوها بالكف ديالكم بهاد الطريقه. ولو وصلتي حتى لهنا خلي معك لايك وابوني فضلا وليس امرا. شارك القناه ديالي مع العائله ديالك والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. وبالنسبه للاخوات اللي التحقوا بالقناه جديد تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. فعلوا الجرس، راه الوصفات ديالي دائما كنحطها في متناول الجميع. انا هنا ضفت بيضه كامله لانني عندي حجم ديال البيض صغير. بالنسبه للناس اللي عندهم الحجم ديال البيض كبير يعني 2 بيضات ونصف كافيين في هاد المقادير اولا في هاد نصف كيلو ديال الكاوكاو. كنخلي الخليط ديالي يرتاح واحد 10 دقائق عاد كنبدا نشكله. شوفوا القوام ديالو كيفاش تيكون. نجح معكم قلت لكم السكر كلاصي خاصو يكون سبيسيال. كنخليو العجينه ترتاح لمده 10 دقائق. كاوكاو كنصهدو فقط واحد 2 دقائق اولا 3 باش ما ينشفش ليكم وتجيكم الحلوه ديالكم قاصحه. والفران كنسخنوه من قبل، الا كان فران غازي واحد 4 ساعه اولا 10 ديال الدقائق. الا تبعتوا هاد النصائح واخا تكون مع عمركم درتوا هاد الحلوه غادي تنجح معكم وغادي تعجبكم ان شاء الله. راها كتجي هماويه للضياف ديالكم وحتى لوليداتكم، علاش لا. كنشكلهم على شكل كرات وكنغطيهم بالسكر كلاصي باش ما ينشفوش معايا. عاد كنعاود انني نشكلهم بهذه الطريقه هذه اولا نكورهم بهذه الطريقه هذه، وكنخلي واحد شويه ديال السكر كلاصي من فوقهم وكنوضع في الطاوه حتى كنكمل الكميه كامله. وغادي ندوز نزينهم عفوا بالقرقاع. ممكن تزينهم بالقرقاع باللوز اولا حتى بكاوكاو، ما كاينش مشكل، غير هو الشكل ديالهم بالقرقاع راها كتجي احسن. من بعد ما شكلت الطاوه ديالنا كامله كندوز نزينها. يعني كناخذ واحد بيض البيض وكنبقى نغطس اولا نحاول انني نفزك ديك القرقاعه، نخليش فيها بيض البيض كتير، وكنبقى نورك هكا. ما تورقوش بزاف على الحلوه باش ما تجيكمش رقيقه عاوتاني، يعني خاصها تكون توريقه عفوا خفيفه. وكندخلها الطيب في الفران ما تخليوهاش نهائيا تفوت 12 دقيقه. الا فاتت 12 دقيقه غادي تقصح معكم وما غاديش تبقى معلكه، وتيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. راها كتجي خطيره جدا. مقادير بسيطه، النتيجه كتكون اكثر من رائعه. وكيكون هذا هو الشكل ديال الحلوى. وهنا كنقول لكم نشوفكم في وصفه جديده مع حاجات جدادين ان شاء الله. الى عجبك الفيديو خلي معك لايك وابوني وعلاش لا شي كومونتير الى جربتيها وصدقات معك. دمتم في راحه الله.